المناح تعود من جديد بنتايج لما يفقد التوازن يخوف كرة في منطقة الجزاء. بعد كان يظن انه سيفقد التوازن لكن سجل واحد من اجمل اهداف البطوله الوطنيه لظهير يعطي الكثير من الاضافه الى المكعازي طريق العبور يلعبها في منطقه الجزاء نحو حمزه خابا محاطا بلاعبين وطنيه ورفقه النسور الخضر. اليوم امام المولوديه الوجديه يتمنى ان يكون موعدا اخرا لابراز قدراته ومؤهلاته كشاب موهوب. للامام للرجاء الرياضي بنتايج يلعبها مباشره لكن تتحول بعيدا عن المرمى. محمد بروكشوت بزوق يمر لخاب البزوق والحكم يقول واصل اللعب يقول ما فيها ولا شيء ضربة زاوية خطأ من جديد رجوية كرة تسدد ما مشاتش بعيد على مرمى المولودية الوجدية والأمواج تتراقب. كرة تتحول من جديد فاليرو بول والتغطية يحسنون إبداعهم في البطولة الوطنية. كرة من الجالي من البدوي لكن مرت طريق أنور من الجهة اليسرى يلعبها في منطقة الجزاء والحكم إعلان عن ضربة جزاء. كرة نحو حمزة خابا ونسن وما يتحمل المسؤولية في خط الهجوم. يانيس مراح تتحول البدوي عبد الصمد وتتحول مرة أخرى. الحكم كل الكرة لمصلحة المولودية والآخر لما جرى واضحة تماما. تسلل يسري بزوق وحمزة خابا ويسري بزوق لخابا يا خابا بعد استنتج أنه كانت هناك راية مرفوعة. قرار الحكم كان سليما كانت واضحة في الكرة الماضية. لمسة الرجوية دي الماركة رجوية رايحة والكرة تسدد وتتحول. يقول حكم المباراة ضربة زاوية. جمال لحمزة خابا يلعبها خابا تسدد في الأولى وفي الثانية والتصدي كرة لعبة طويلة واللي خرجها ما خرجتش. 17 سنة في المنتخب الوطني للفتيان أصبح أكثر نضجا وأكثر عطاء. هذا لما حدث بالضبط بالتفصيل بالتفصيل إلى الإعادة مجددا. اليد الممدودة والحكم يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة المولودية الوجدية مع انطلاق الجولة الثانية. هنا في المراقبة الرياضي محمد الخامس لمسيو والبحث عن الهدف الأول. الرجاء يبحث عن تجاوز الهدف. كرة تسدد هدف أول للمولودية يتمكن من تسجيل الهدف في هذه المباراة. تصبح النتيجة يا سادة 1-0 للمسيو. 1-0 للمسيو. هدف يغير كل شيء في المباراة كل شيء. يوسف أنور يتمكن من بلوغ الهدف. نفذ ضربة جزاء بشكل ممتاز جدا. يوسف أنور يتمكن من ربح ثقة رفاقه وزملائه ومناصري المولودية في القمة في عند كل المناصرين في المدرجات. ضربة خطر رجوية تلعب في منطقة الجزاء نحو حسين رحيمي. خروج المفتاح والحكم يتدخل ويعلن عن ضربة خطأ والبطاقة للحارس مالي مفتاح. البطاقة لمفتاح من المباراة. يسري بزوق والكرة ضربة زاوية بإشارة من حكم المباراة للرجاء ينقلها في منطقة الجزاء وتدخل الدفاع الوجدي
للمرة الثانية لإبعاد الخطر عن المرمى. من جديد ضربة تساوي للنسور، صعود تمثيلية محترمة جدا من لاعبي الرجاء في منطقة الجزاء. تلعب كرة من زكريا الهبطي 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 جول للرجاء، هدف للرجاء من نقطة الزاوية. رجاء ينجح في الوصول للمرمى، ينجح في الوصول للمرمى عبر جمال حزية. تصبح النتيجة 1-1. هنا الإعادة لما حدث، هنا الإعادة بالتفصيل لما حدث. تدخل مهدي مفتاح لكن الكرة تتجاوز خط المرمى. حركاس قابل عليه، مفتاح حاول إبعادها. هنا الإعادة بالتفصيل لما حدث، هنا الإعادة من مختلف الزوايا لما حدث بالصورة، الصورة كاملة غير مجزأة. التدخل من مهدي مفتاح، الحكم شاف الوطنية. الإعادة مجددا بهدف الرجاء وتدخل مفتاح. هنا الإعادة لتدخل مهدي. تلعب كرة يسري بوزوق، بوزوق أمام دفاع الامسيو. بوزوق يحاول يمر يسري بوزوق. انفراد من الانفرادات للاعب الجزائري في الكرة الماضية، حاول أن يتخلص من أمام نحو حمزة خابة حاول يمر للهبط بوزوق يا بوزوق. نوطة موسيقية لسيمفونيا رجوية هنا في المركب الرياضي محمد الخامس. موسيقار هذه المجموعة، مبدع هذه المجموعة، مبدع في زمن قل فيه الإبداع، يظهر في وقت الشدة ويضع الرجاء في موقف مريح. تصبح النتيجة يا سادة 2-1 للرجاء أمام المولودية. 2-1 للرجاء أمام المولودية. الرجاء يعني والإشادة، كل الإشادة من خابة وزكريا الهبطي لبوزوق والهدف الثاني للرجاء. حمزة خابة الهبطي أصر على الكرة للإعادة. انودار فقد التوازن، ولما يفقد أناس التوازن يخلي بوزوق لوحده يسجلها في المرمى.